حمل قميص المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. وجاء ذلك في الإعلان الذي ضمنه الموقع الرسمي للاعب الذي يحمل أيضا الجنسية البلجيكية. وذكر البلاغ أعجب بأجواء التجمع الإعدادي الذي حضره تحت إشراف البلجيكي إريك جريتس قبل لقاء المنتخب المغربي ونظيره الأيرلندي الشمالي، والذي شهد تألقا واضحا للشاذلي على مستوى الخط الهجومي. يذكر أن ناصر الشاذلي 22 عاما والذي يعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي في هولندا، لعب 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسجل خلالها 3 أهداف. ومن المنتظر أن يخلق اختياره للاعب مع المنتخب المغربي ضجة في الأوساط الرياضية والإعلامية في بلجيكا، التي كانت قد تلقت قبل أسابيع قليلة صفعة أخرى بعد اختيار المهدي كارسيلا هو الآخر للاعب في صفوف أسودار أطلس عوض الشياطين الحمر. بل إن العديد من الصحف البلجيكية ذهبت إلى نعت البلجيكي إريك جريتس بالخائن لإقناعه اللاعبين البلجيكيين من أصول مغربية باللعب للمنتخب الوطني.